يلا بينا نبدأ درس جديد. لو في حد عندي على القناة بيصور لاندسكيب، مناظر طبيعية، هخليكوا تتعلموا ازاي تخلوا الصورة دي بشكل بروفيشنال احترافي. لو هتقدم في شركة، مسابقات شركة كانون او نيكون. ساعات يعني كل فترة كده الشركات دي بتعمل مسابقات لأحسن صور. الناس بتصورها طبيعية. تمام. المسابقات دي بتبقى كل سنة تقريبا. فيلا بينا نبدأ قبل ما ننزل، قبل ما نبدأ، سوري، ننزل نعمل لايك وسبسكرايب في القناة عشان يوصل لنا كل جديد. والموضوع بسيط زي ما قلت لكم. هنا في لاندسكيب، الألوان بتاعة الطبيعة. 5D Mark 4، صورة رو. تمام. هنيجي هنا هنعمل اوتو، هيبدأ يظبط معانا الألوان بتاعت الصورة شوية، الإضاءة بتاعت الصورة، الألوان بالشكل ده. تمام. احنا كل اللي علينا ان احنا هنبدأ نزود التفاصيل بتاعتنا. تمام. هنيجي عند الهايلايت، هنقللها للآخر. الشادو هنخليها 30، وايت خليها 20، البلاك هنخليها -30، كلاريتي خليها 8. نيجي هنا عند الكلاريتي -8. هنبدأ نرفع تكتشر، نعلي هنا. طبعا لو زودنا الألوان بطريقة زيادة هتبقى شكل الصورة وحش. يعني لو عملنا كده مش هتبقى حلوة، مش هتبقى لطيفة. فاحنا كل اللي علينا ان احنا نبدأ نزود حاجات بسيطة نخلي شكل الصورة، اللي يشوفها يحس ان هي طبيعية. تمام. نيجي هنا نخلي دي اوتو، نخلي لك الصورة شكلها لمنظر الغروب، والالوان بتاعتها اتظبطت اكتر. في حاجات الفوتوشوب، طبعا لو احنا خليناها اوتو بيخليها احسن ما انت شغال عليها. تمام. هو كده ظبط الوان الصورة. احنا هنبدأ نكمل. احنا هنا بدأنا اوتو وكملنا على الاعدادات بتاعته، وعملنا هنا لاندسكيب، وكملنا هنا الوايت بالانس اوتو. تمام. هنبدأ نكمل اعدادات الصورة عادي. هنرفع الهايلايت شوية، هنقلل اللايت حاجة بسيطة، الدارك حاجة بسيطة، الشادو حاجة بسيطة. تمام. هنيجي عند ديتيلز وهنخليها 50، والنويز هنخليها 20. تمام. نقفلها. هنيجي عند color mixer وهنظبط شوية ألوان كده. هنجي هنا عند أول حاجة نخليها مايلة للأورنج. تمام. اليلو. هنا السحاب بتاعنا. تمام. نيجي هنا هنلاقي كان في لون بيربل موف. لو عملنا كده هيبان اهو. هنقلله شوية.
تمام. هنيجي هنا كده اللون زي ما قلت لكم. تمام. بص بقى، في حاجة هنا هتخلي شكل الصورة في حتة تانية. تمام. هنيجي هنا عند اخر حاجة calibration، نيجي هنعلي اللون ده، هتلاقيه لو عكسناه الصورة بتاعتنا بقت في حتة تانية زي ما قلتلكوا. هنبدأ نزود شوية. نخلي هنا -100 وموجب 100. تمام. دي آخر حاجة احنا عملناها. تمام. هنا هنشوف احنا محتاجين نزود الأصفر ولا نقلله. هنا الدرجة بتاعت الأورنج والأحمر، احنا هنزودها شوية ل20 مثلا. هنا بالشكل ده برضه هنخليها 8. هنرجع للميكسر رش، هنقفل دول كده، خليها 0. نرجع هنا خليها 0 بالشكل ده، وبس كده. هندوس اوكي. وبعد ما الصورة فتحت معانا بالشكل ده، حبينا نفتح صورة بفور شكل الصورة الرو كده افتر. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وياريت ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة عشان يوصلكم كل جديد. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديوهات، ولو حابين انزل لكم اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات اي درس انتوا محتاجينه او اي حاجة انتوا محتاجين اعمل عليها فيديو. وشكرا، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.